السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناتي وصفة هايلة، وكل سنة وانتم طيبين. رمضان على الأبواب، وإن شاء الله يكون رمضان مبارك علينا جميعا. النهاردة هنعمل مع بعض بودرة الصوبيا بطريقة سهلة وبسيطة جدا، هتبقى منعشة جدا بعد الفطار في رمضان. حلوة قوي لو عملتيها وقدمتيها لضيوفك، هتكون جاهزة في ثواني وهتحضريها في ثواني، وهتعجبك وتعجب أولادك وتعجب كمان ضيوفك. يلا بينا نشوف الفيديو. وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك للفيديو، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. أول حاجة عشان نعمل بودرة الصوبيا ضروري يكون معانا طبق أو بولة زي كده، وتكون ناشفة تماما ما فيهاش أي نقطة مية، عشان يفضل معانا الخليط بتاعنا أو المسحوق اللي احنا هنجهزه دلوقتي يكون بدون رطوبة لغاية آخر معلقة. أول حاجة معانا في المقادير، معانا كوباية من السكر البودرة يكون ناعم كويس، وضروري إن احنا ننزله بمنخل أو بمصفى عشان بيكون فيه تكتلات. السكر البودرة هنا بيكون المكون الأساسي للصوبيا أو لخليط الصوبيا. هننزل كل التكتلات زي ما احنا شايفين الكمية اللي موجودة قد ايه، ولسه باقي الكمية يكون فيها برضو. التكتلات دي بتمنع طبعا ان احنا نخلط الخليط كويس، طبعا بيخليه مش متجانس، يعني بأجزاء بيكون فيها طبعا كتل من السكر، وأجزاء فيها أجزاء ناعمة، فضروري جدا ان احنا نخلي الخليط كله ناعم. زي ما احنا شايفين نزلنا كل الحاجات اللي كانت موجودة، وكده بقى سهل معانا ان احنا ننزل عليه بكل المقادير اللي باقية. تاني مكون معانا هيكون الحليب البودر. الحليب البودرة موجود برضو في السوبر ماركت ومحلات مستلزمات الحلويات، سهل جدا ان احنا نجيبه، في منه اكياس وفي منه بالوزن. دلوقتي هنضيف نص كوباية من الحليب البودر، ده مكون بيخلي الخليط بتاعنا غني جدا. كمان بنزود نص كوباية من الكريم شانتيه الخام بدون سكر، لان طبعا احنا ضفنا السكر خلاص. هزود كمان نص كوباية من دقيق جوز الهند او بودرة جوز الهند. جوز هند مبشور عادي خالص، بس بيكون ناعم جدا، انعم حاجة ممكن تتخيليها في جوز الهند. جوز الهند هنا بيظهر طبعا نكهة الصوبيا، بيخليها في مكان تاني خالص. بعد كده زودت باكت فانيليا، بيظهر ريحة حلوة قوي للمشروب بتاعنا النهاردة. ممكن نزود كمان أسانس جوز الهند، برضو بيكون موجود في محلات مستلزمات الحلويات. هقلب كل الحاجات دي كويس جدا مع بعض، ضروري جدا نقلبه كويس عشان الخليط بتاعنا يبقى فيه كل المكونات في كل معلقة ممكن تاخديها، لان احنا طبعا بناخد منه بالمعلقة، فعشان نضمن ان كل معلقة فيها كل المكونات اللي احنا خدناها نقلب ونخلط كويس جدا. كده بقى جاهز معانا، هنعبيه في برطمان. ضروري طبعا البرطمان بتاعنا اللي هنعبي فيه، او حتى كيس سهل الفتح، اي حاجة ممكن نحفظ فيها الخليط اللي احنا عملناه، يكون نضيف ومتعقم، وطبعا مفيهوش اي نقطة مية، خالي وناشف تماما، عشان طبعا نضمن برضو زي ما قلنا ان يكون مفيهوش رطوبة لغاية ما نخلص اخر معلقة فيه. شايفين ما شاء الله عملنا كمية كبيرة جدا، يعني الكمية ديت حوالي نص كيلو مثلا، هتكفي معاكي وقت طويل قوي، لان احنا بناخد بالمعلقة، يعني نص اللتر الحليب بياخد معلقتين من الخليط ده. لو عملنا لتر من الحليب هناخد 4 معالق، يعني هيعيش معاكي فترة طويلة او يفضل معاكي فترة طويلة جدا. بعد كده هعبيه في البرطمان زي ما احنا شايفين، زي ما قلنا البرطمان يكون نظيف ومتعقم وناشف، ونعبي كل المقدار اللي معانا ده. احلى مشروب صوبيا ممكن تعمليه، منعش مغذي جدا، مرطب قوي بعد الفطار في رمضان. سهل قوي ان انت تجهزيه، احلى ما في الموضوع ان هو سهل جدا. يعني شوية حليب ومعلقتين من الخليط ده، ونعمل كمية حلوة قوي من المشروب، ارخص واوفر، وكمان اغنى واحلى وانضف كتير من الجاهز. شوفي كده، لو هتشتري الكمية دي جاهزة من بره هتكلفك قد ايه، وهتشتريها بكام، ولما تجهزيها في البيت كده طبعا ضامنة نظافتها وضامنة جودتها. ممكن تزودي عليها اي حاجة زيادة زي المكسرات مثلا. حلوة قوي ما شاء الله، وكمية وفيرة جدا. ونجهز معانا احلى مشروب صوبيا ممكن نشربه في حياتنا. هنحتاج نص لتر من الحليب، وممكن نص لتر الحليب نزود عليه نص لتر مية كمان، لان الخليط بتاعنا فيه حليب بودر، فممكن ان احنا نزود مية، وممكن ان احنا نخليه كده زي ما هو، بيكون اغنى طبعا. هزود بقى معلقتين من بودرة الصوبيا على نص لتر الحليب.
ممكن تزودي كمان معلقة او معلقتين من السكر حسب رغبتك، او تخليه كده بيكون السكر بتاعه معتدل، يعني بنعتمد على السكر اللي موجود في البودرة. هنضرب كل الحاجات دي كده بالمضرب او بالكبة او بالخلاط اللي متوفر عندك، واشربي احلى كوباية صوبيا بجد منعشة جدا. ممكن تزودي عليها قطع من التلج. شوفي بقى الطعم والحلاوة والإنعاش اللي موجود، الرغوة اللي بتحصل كده من الغناوة بتاعت الكريم شانتيه والحليب، حاجة كده في منتهى الروعة. جربيه وهتدعيلي، لأنه بجد فعلا في منتهى الروعة، حلو قوي ومنعش قوي ومغذي جدا، وخصوصا للأطفال اللي مش بتشرب اللبن مش هيحسوا بطعمه خالص. كده الفيديو بتاعنا بيكون خلص، أتمنى يكون عجبكم. مع السلامة.